نفس الكلام اداره الكره في نادي الزمالك لما بدا بقى هذا المجلس واعضاء المجلس ده دوروا اداره الكره في نادي الزمالك، وجدنا ان الموضوع رايح في حته بعيده قوي. ايه هي فاي حد، الحته ايه هي الحته البعيده؟ لا حته بعيده في الاداره، في طريقه التعاقد مع اللاعبين. لاعبين بتيجي باسعار كبيره جدا، لعيبه بتمشي بتاخد شروط جزائيه، انت بتعمل نفس الاخطاء الاداره. مش احنا بنقول المجلس ده جه دفع المديونات السابقه، طب ما عمل مديونات جديده مم. نفس الفكره مم. مع نفس اللعيبه، جاب لعيبه زي مشلاق وغيره بقى، تقعد تعد كتير، وفسخت معاهم الراجل السنغال، كل دول هتلاقيهم فسخت معاهم وانت ما نفس القصه. مم. يا هيدخلوا في ازمات مع الفيفا، يا انت مديون لهم. مم. فلقينا وجدنا ان طريقه اداره الكوره في نادي الزمالك غير احترافيه بشكل كامل. فانت كنت مستني، فاتعرض على الزمالك ثلاثه، كابتن ميدو طبعا لما كان موجود عرض على الزمالك ثلاث اشخاص، منهم حسام الزناتي، محمد عبد المنعم، وجون ادوارد. حسام اعتذر لانشغاله اللي هو ماسك فريق في اوروبا، ومحمد عبد المنعم حصل مقابله والناس في الزمالك يعني في النهايه ما توفقوش، وجي جون ادوارد بعد كده بدعم حتى من الاداره، والاداره سلمت كل حاجه، فالجمهور استقبل ده بشكل كبير هو جدا. استقبله عشان خاطر ميدو هو لا اللي خالص، رشح، ولا استقبله لان جون ادوارد ليه نجاحات؟